الاي سي جي للاسف انتوا شايفيني كويس؟ معلش انا مقرب بالكاميرا شويه علشان بس تبقى قدام البورد، فانا هكون قريب من الكاميرا شويه، مش مشكله يعني. بصوا يا جماعه، الاي سي جي للاسف يعني آم، كل علاقتنا بيه او 90% من التمريض في مصر ما يعرفوش يعملوا اي سي جي الا اذا يعملوا بس الايه البروسيجر نفسه، ان هو يعمل لك اي سي جي. انما يقرا ورقه اي سي جي زي ما هو موجود قدامكم كده، ما يعرفش. ليه ما يعرفش؟ لان هو اتعود ان في حد او في دكاتره بتعرف تقراه. فاحنا خلاص طالما في حد بيعرف يقرا الكلام ده، اذا احنا يعني اخرنا ان احنا نعمله وخلاص. ولكن الاي سي جي انتربريتيشن، انا اقرا الورقه دي، حاجه من ضمن اساسيات التمريض اللي هيشتغل في الكريتيكال اي سي يو او اي تمريض عامه يعني. طيب ليه احنا ما بنعرفش نقراه؟ ليه بالنسبه لنا الاي سي جي صعب؟ البعبع بتاعنا الاي سي جي، هو الحقيقه الاي سي جي مش صعب ولا حاجه، ولكن نفس فكره الفيلم. انت لو فهمت اساسيات الاي سي جي صح، هتفهم يعني ايه اي سي جي كويس، وهيبقى بالنسبه لك القرايه حاجه سهله جدا وحاجه ممتعه جدا كمان. وان شاء الله بعد السيشن ده وبعد السيشن الثاني هنعرف يعني ايه اي سي جي، وهيبقى في ورق بالنسبه لنا قدامنا كده نقدر ان احنا نقراه. بي سي جي ما ينفعش اشرحه لك في ساعتين ولا حتى في 4 ساعات والله، بس يعني ده الحاجه المينيمم اللي لازم تبقى فاهمه، عشان لو انت بعد كده شفت اي سي جي او قريت بعد كده يبقى عندك البيز ده. باللي انا هديهولك النهارده وبكره هتعرف تقرا وتشخص. ولكن طبعا اي سي جي بيحتاج كتير علشان تبقى متمرس فيه. متمرس فيه ازاي ولو ما عندكش البيز ده مش هتعرف تعمل حاجه. المهم يعني، لما تمام. جيت اقرا اي سي جي او افهمه، كنت بخلي حد يشرح لي. يعني اقول له مثلا دكتور والنبي يقول لي يعني ايه هارت بلوك كده، يقول لي اصل ده مش عارف ايه. طب اقول له مرسومه كده ازاي، او يعني ايه الرسمه دي؟ يقول لي هي دي رسمه الهارت بلوك. فانا من كتر ما سالت لقيت ان الناس هي حافظه ان ده شكل الفيتاك، ان ده شكل الاتريال فيبريشن. طب يا جماعه هو الشكل ده اترسم كده ليه؟ ما كانش حد بيجاوب على السؤال ده. عشان كده ما كناش فاهمين اي سي جي. يعني اللي تلاقيه ممكن يعرف يقرا ورقه يبقى حافظ اشكال اكتر من انه فاهم هو الشكل ده اترسم ليه. فالمهم النهارده انا هقول لك ان شاء الله الاشكال دي بتترسم ازاي. المهم لو قلت لك دلوقتي الصوره اللي قدامك دلوقتي كده، حاول، دي ورقه الاي سي جي بتاعت النهارده. خلاص لو بصيت كده قلت لك انت تعرف تقرا ايه في الورقه دي، ايه اللي عقلك يعرف يترجمه؟ هتقول انا شايف شويه شخبطه كده طالعه ونازله، ماشي. بس ايه اللي انت تعرف تقراه؟ هتقول لي لو بصيت على الشمال من فوق كده هلاقي مكتوب رمز واحد وجنبيه شويه شخبطه، تحتيه مكتوب رمز اتنين وجنبيه شويه شخبطه، تحتيهم ثلاثه وجنبيهم شويه شخبطه، كده واحد واثنين وثلاثه. وبعد كده مشيت شويه من فوق لقيت حاجه اسمها اي في ار، وتحت مكتوب حاجه اسمها اي في ال، وجنبها شويه شخبطه خاصه بكلمه اي في ال، وتحتها اي في اف، جنبها شويه شخبطه. طيب من في واحد بعد كده لحد في 6 كمان، ادي كمان 6. كده كام رمز او كام رقم او كام حرف كلهم؟ 12. 12. لو بصيت هتلاقي في شخبطه طالعه لفوق وفي شخبطه نازله لتحت. يعني الشويه اللي قدام اي في ار دول وقدام في 6 او قدام قصدي في واحد بتلاقيهم نازلين لتحت كده، وفي شويه ناس طالعين لفوق. في شويه هتلاقي طالعه لفوق بس الويف اللي طالعه دي واسعه. في ويف طالعه لفوق زي اللي قدام واحده دي ضيقة. مثلا طويله قوي، واللي قدام مثلا اي في اف هتلاقيها ايه قصيره قوي، مع ان الاثنين طالعين لفوق. ايه الكلام ده؟ وازاي الدكتور بيبص الورقه دي كده يقول لك بص الراجل ده عنده هارت فيلير؟ ازاي من شويه الشخبطه دي واشكال ورسومات طالعه ونازله قلنا ان الراجل ده عنده كذا؟ حاجه متخلفه قوي. ازاي؟ النهارده هقول لك ازاي. خلاص شفت الورقه دي؟ سيبك من الورقه دي هنرجع لها بعد ما نخلص شرح. بصوا يا شباب انا هسالكم سؤال دلوقتي. احنا عندنا كام نوع من انواع العضلات في الجسم؟ احنا عندنا 3 انواع من انواع العضلات يا جماعه. سكليتال ماسلز دي حاجه من ضمن التركيب بتاعها، هم مختلفين في التركيب في التيشو نفسه بتاع العضله، بس انا عايز اقول لك ايه في الوظيفه. سكليتال ماسلز هي عضله انا قادر احرك العضله دي. يعني العضله دي انا قادر اعمل لها كونتراكشن وريلاكسيشن بمزاجي. ده النوع الاولاني. النوع الثاني حاجه اسمها سموث ماسلز. سموث ماسلز يعني ايه؟ يعني عضلات انا ماليش تحكم فيها. زي مين؟ زي العضلات اللي موجوده مثلا في الامعاء، زي العضلات اللي موجوده على جدار الاوعيه الدمويه، بتنقبض بتعمل فازو كونستريكشن للوريد، بتنبسط بتعمل فازو للوريد من غير ما انا اتحكم فيها. طب النوع الثالث اسمه الكاردياك
ماسل. تخيل القلب ده عضله، تخيل الكاردياك ماسل دي، هل الامن ليه تحكم فيها؟ لا، بيعمل كونتراكشن وريلاكسيشن لوحده كده. طيب ليه ما حطوش الكاردياك ماسل تحت السموث ماسلز وخلصنا؟ ما انا ماليش تحكم فيها زي السموث ماسلز. ليه ما خلوهاش تحت السموث ماسلز وخلاص؟ ليه بقى عندي سكليتال وسموث وجابوا العضله دي حطوها في كاتيجوري لوحدها كده سموه كاردياك ماسل؟ طيب عشان نجاوب على السؤال ده، اخد خليه. لو انا خدت خليه من العضله دي، خليه كده، رحت سايبها او ماسكها وراسمها على البورد كده. اي خليه في جسمي، اي خليه في جسمي جواها شحنه سالبه وبراها شحنه موجبه. الشحنات دي يا جماعه عباره عن الكترولايتس، هي واخده الشحنه دي بس مش مشكله دلوقتي. المهم ان اي خليه بيبقى بره شحنه موجبه كتير وجوه السالب بتاعها كتير. الخليه لو الموجب، الشحنات الموجبه بتاعتها موجوده براها كتير، فاذا الخليه دي مريحه، ريلاكس. خلاص. اسالكم سؤال قبل ما اقول الكلام ده. دلوقتي لو انا هسالكم سؤال، لو انا جسمي بيتحرك من هنا لهنا كده، ايه اللي حصل في جسمي؟ يعني لو في عربيه ماشيه في الشارع مثلا، فهو في بنزين وموتور حركوا العربيه. انا جسمي اتحرك كده ازاي؟ دي اشارات إشارة من عصبيه. المخ. ايه الاشارات العصبيه دي؟ يعني ايه اشاره عصبيه؟ تعالى ننزل تحت اكتر شويه. يعني ايه اشاره عصبيه؟ حلو، شوفي انا مش هشرح اي تي جي خالص دلوقتي، انا هشرح sympathetic فيسيولوجي بقى. sympathetic nervous يعني دي طيب اكشن طيب خلاص. الاكشن بوتنشال ماشي، هنجيله الاكشن بوتنشال ده بعدين. المهم ببساطه خالص، ببساطه عشان ما حدش يعرف اي حاجه خالص عن الموضوع ده. دلوقتي هقول لك انا اتحركت من هنا لهنا ازاي. زي ما قلت لك، اي خليه في جسمي جواها شحنه سالبه اكتر وبراها شحنه موجبه اكتر. الخليه في الوضع ده، في الوضع ده طول ما الموجب بتاعها بره كتير، طول ما هي خليه مريحه. طيب لو البرين بتاعي عايز يحرك الخليه اللي موجوده في العضله دي، هيحركها ازاي؟ حد قال لي هيرسل لها اشاره عصبيه. اشاره عصبيه. الاشاره العصبيه دي هتعمل ايه في الخليه علشان تبدا تحركها؟ قال لك حاجه بسيطه قوي. هتعمل ايه؟ هتروح مبدله الشحنات. يعني ايه مبدله الشحنات؟ يعني هتخلي ايه اكتر جوه؟ موجب. الموجب هيدخل جوه اكتر والسالب هيبقى بره اكتر. طيب وانس ان الاشاره العصبيه عملت الموضوع ده في الخليه، هنسميها بالبلدي كده اكن الاشاره العصبيه دي راحت مكهربه الخليه. مكهربه الخليه يعني ايه؟ يعني جابت الشحنات الموجبه اللي بره الخليه دي راحت حطها جوه الخليه. العمليه دي هسميها بالبلدي كده اكن انا كهربت الخليه. طب هسميها في الطب ايه؟ في الطب بيسموا العمليه دي ديبولاريزيشن. يبقى ديبولاريزيشن بالبلدي اسمها ايه؟ اكنها رحت مكهرب الخليه. طب حلو، لما الخليه تكتسب كهرباء، هو انت عشان تقيد النور بتعمل ايه؟ بتوصل لللمبه كهرباء بعدين اللمبه تقيد. نفس الكلام في الخليه مع الفارق. احنا عشان نحرك الخليه، مش نقيدها بقى، نحرك الخليه لازم نكهربها الاول عشان الخليه دي تتحرك. فاذا لما انا كهرب الخليه واخلي الموجب جوه، يعني يحصل ديبولاريزيشن في الكهرباء، هيحصل ايه نتيجتها في الحركه؟ هيحصل كونتراكشن، هيحصل حركه. يبقى الحركه او الكونتراكشن بتاعتي نتجت من ايه؟ نتجت من الديبولاريزيشن اللي الاشاره العصبيه عملته في الخليه. يبقى الاتي يحصل: البرين يطلع اشاره عصبيه للخليه، يدخل الموجب جوه، يعني بالبلد اسمها اكهرب الخليه، يعني اسمها في الطب الديبولاريزيشن. لما الخلايا تتكهرب تبدا تكونتراكت او تتحرك. ماشي. هنفترض بقى ان دلوقتي الخليه اتكهربت واتحركت وعايزه تريح. فتخيل ايه اللي ممكن يحصل عشان تريح الخليه. حلو قوي. يبقى اللي هيحصل العكس، الموجب يطلع بره والسالب يبقى جوه كتير. طيب حلو، معنى الكلام ده بالبلدي ايه؟ ان انت شلت الموجب رحت مطلعه بره، يعني اكنك بالبلدي فصلت الكهرباء عن الخليه. فصلت الكهرباء عن الخليه دي بقى في الطب بيسموها ايه؟ بيسموها ريبولاريزيشن. عكس دي.
يبقى الريبولاريزيشن ده عباره عن ايه؟ ان انا فصلت الخليه. حلو، جميل. لما افصل الكهرباء هيحصل ايه في الحركه؟ صح، هيحصل ريلاكسيشن. يبقى الكونتراكشن والريلاكسيشن بيحصلوا نتيجه الديبولاريزيشن اللي هو دخول الموجب جوه الخليه، او الريبولاريزيشن اللي هو خروج الموجب بره والتريح. يبقى لو في كهرباء في حركه، مفيش كهرباء مفيش حركه. يبقى دلوقتي لو البرين عايز يحرك العضله بتاعتي دي هيعمل ايه؟ العضله دي كلها لو هي مريحه كده، فمن جوه سالب كتير ولا موجب كتير؟ السالب بتاعها جوه كتير والموجب بره كتير، كده يبقى هي خليه مريحه. هنثبت كلمه موجب دي، يبقى الشحنات الموجبه بتاعتها بره كتير. طول ما الموجب ده بره الخليه طول ما الخليه مريحه، طول ما الموجب جوه الخليه يبقى الخليه بولرايز. يبقى لو هي مريحه كده يبقى كل الخلايا بتاعتي دي الموجب بتاعها بره والسالب بتاعها جوه. لو انا بمزاجي والبرين عايز يحرك العضله دي هيعمل ايه؟ هيرسل لها اشاره عصبيه فتحول تدخل الموجب جوه الخليه، فيحصل كلمه ايه؟ ديبولاريزيشن. دخول الموجب جوه اسمه ديبولاريزيشن. خلاص. لما يحصل الديبولاريزيشن والخلايا كلها تتكهرب، يعني يبقى كلها جواها موجب، يحصل الكونتراكشن. طب انا خلاص حركتها وعايز اريحها، يعمل ايه؟ الموجب ده يروح طالع بره الخليه الاول، يعني انا كده شلت الموجب من كل الخلايا دي، فيحصل كلمه اسمها ايه؟ ريبولاريزيشن. ريبولاريزيشن. لما الريبولاريزيشن يحصل الريلاكسيشن. فهمنا القلب او البرين بيحرك العضلات ازاي؟ تمام. حلو. البرين بيعمل العمليه دي مع كل عضلات الجسم ما عدا القلب. فقلنا ازاي القلب هيتحرك دلوقتي طالما البرين مش بيعمل معاه الحركه دي؟ قلنا القلب نفسه هو اللي بيعمل لنفسه الحاجات دي. في خليه في القلب كده اسمها الاس اي نود. الاس اي نود دي اسمع اكنها مخ للقلب، يعني هي اللي بتطلع اشاره عصبيه لخلايا القلب بس عشان تحول خلايا القلب من سالب لموجب ويحصل ديفاجن وكونتراكشن للقلب فقط. خاصيه في القلب اسمها اوتوماتيسيتي، يعني ذاتي الحركه، مش مرتبط بالبرين. لو واحد حصل له برين بس قلبه يفضل شغال بالبديهي باللي انت شرحته ده، لان حركه القلب مرتبطه بالقلب نفسه مش بالبرين. بالدليل على كده ان لو واحد داخل جنرال انستيزيا تخدير كلي، قلب يحصل له كاردياك ارست؟ لا. مع انه بيغمى عليه وعضلاته كلها بتسيب كده، بس قلبه شغال على المونيتور. ليه؟ لان حركه القلب ده لو انت خدرت البرين، انا برضو كقلب حركتي مرتبطه بنفسي، فهفضل شغال حتى لو انت وقفت البرين. تمام؟ طيب هل معنى الكلام ده ان القلب ما بقاش محتاج العقل في حاجه؟ وانا بتحرك لوحدي هحتاج البرين في ايه؟ غلط. ليه بقى؟ لان ببساطه شديده جدا لو واحد يا جماعه في كلب بيجري وراه مثلا، مين اللي هيحس ان الراجل ده خايف فمحتاج يجري وده محتاج الدم يبقى فيه اسرع؟ البرين. القلب ولا البرين؟ البرين. البرين. طب الراجل ده خاف وعايز يجري، الجري ده محتاج العضلات تشتغل كويس، يعني محتاج القلب يضخ دم زياده واسرع. مين اللي هيقول للقلب اشتغل اسرع؟ الراجل خايف عايز يجري. البرين. البرين. ففي سلك اسمه سمباثيك نيرفس سيستم يطلع يتوصل للقلب، يقول للقلب ايه؟ انت شغال لوحدك ماشي، بس بعد اذنك زود الحركه اللي انت بتعملها، اعمل حاجه اسمها تاكي كارديو. او واحد رايح ينام، اللي رايح ينام ده محتاج قلبه يهدى شويه كده. مين اللي برين. بيحس ان الراجل رايح نايم؟ البرين. ففي سلك تاني اسمه بارا سمباثيك نيرفس سيستم يطلع يتوصل للقلب، يقول له بعد اذنك اتحرك لوحدك ولكن قلل حركتك شويه. يبقى اذا تحكم البرين في القلب مش اقف او اشتغل زي باقي العضلات، لا، ده زود حركتك او قللها. انما اقف او اشتغل دي بتاعتي انا كقلب. كل اللي انا قلته ده عباره عن فيسيولوجي ملوش علاقه بالاي سي جي، ولكن هو اساس هيفهمك يعني ايه اي سي جي. خلاص. اللي انا قلته ده ما ينفعش ابدا لك اي سي جي غير لما تكون فاهمه وحافظه قوي.